اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معانا فيديو جديد، وعارفه ان انا مقصره والله، بس يلا بقى، الظروف ربنا اللي يعلم مش اكتر. فنفسي هفتني ان انا افتح الكاميرا كده واقوم، نفسنا هفنا على فطرتين كده بلدي كده، حاجه كده يعني فخير من الاخر. قلت والله لا، انا قايمه بقى عامله وزي ما تيجي تيجي هنا بقى. لو كنت اقول لكم ان انا داخله المطبخ كانت الساعه 11، هتقولوا عليه كدابه. كنا الساعه 11 بالليل، حوالي الساعه 11 كده. فقمت بقى جبت كيلو دقيق متعدد الاستخدامات زي ما انتوا شايفين اهوت، عشان انجز بقى في الوقت. حطيته في العجان. هحط عليه معلقتين لبن بودر. اه شفتوا لبن بودر من الرخص وقع. واحط بقى نص معلقه فانيليا صغيره كده، ذره فانيليا صغيره من الكيس كده، محطتش الكيس كله. واحط معلقتين سكر. وهحط ذره صغيره بطرف المعلقه بيكنج باودر بس. ذره ملح بقى، واربع معالق زيت. 4 معالق زيت بس كده. بس ومية عادية خالص من الحنفية. واعجن بقى لحد ما اشوفها، ومعلقة خل. اه بملى مية من الحنفية كده واحط اهوت، واشوف بقى إيه حسب ما تعوز. ده اول كوباية. ده تاني كوباية. حتى حبيت ان انا اشغل جنبي بخور كده يدي باور كده وطاقة كده. قلت والله انا مشغلة حتة فحمية صغيرة كده، وحتى على شعرة بخور. هنا بقى دي تالت كوباية هي. امسح بقى اللي واقع على العجان كده من بره ومن جوه وهو شغال عما تخلص. صلوا على النبي وما تزرعهاش، وحط له لايك حلو بقى كده. حط نقطتين زيت بس للمبهم العجينه، وسرعت العجان. طالبه الكل اللي بيتفرج عليا وبيشوف الفيديو بقى، عايزه دعوه حلوه منكم لابني كده، عشان والله تعبان ومغلبني معاه. ادعوا لي كده ان ربنا يعيننا عليه ويشفيه ويشفي كل مريض يا رب. ويجعلهم ذريه صالحه وما يضروناش فيهم ابدا. هنا بقى خلاص خلصت العجينه وبليت ايدي نقطه زيت. مسحت الطبق ده بقى، كان عليه ميه كده مسحته عشان احط عليه نقطه زيت واقرص عليه الفطير. زي ما انتوا شايفين كده بقى. كل واحد وله طريقة. انا عملت كذا طريقة في الفيديو، هوريكم كل طريقة. عملتها ازاي. عملت كذا طريقة في الفيديو للفطير. لا اله الا الله. زي ما انتوا شايفين كده اهوت، العجينة معايا طرية وملبن في ايديا وجميلة وقوامها حلو. العجينة بتاعت الفطير ما بتتعجنش كتير عشان ما تديش عرق معاك. يا دوبك لفة والتانية وخلاص، او لو تعجني في ايدك يا دوبك تلمي العجين. زي ما انتوا كده شايفين هنا قرصت الكمية اللي كانت معايا. هي ده كيلو دقيق. دي زبدة بقى بقري. زبدة بقري فلاحي، مش زبدة من اللي هي فرن ولا كده. وعندي قشطة كمان اهيت. هنا بقى اول حاجة هعملها اللي هي الحتة الكبيرة دي. ده اول طريقة للفرد خالص. شفت العجينة؟ والله ما كانت محتاجة نشابة اصلا. مهم. شعر الدقيق بس كده عشان متلزقش مني. اهو شفتوا. هي كانت بتمط لوحدها اصلا. هفردها رايح جاي رايح جاي رايح جاي طول وعرض كده. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. بس كده. هجيب بقى الزبدة. كنت انا سيحتها شوية كده عشان كانت يعني ما كنتش هعرف افردها بايديا. اهو. وهحط قشطة. دي قشطة كنت بحوشها من على وش اللبن. زي ما انتوا شايفين كده. عملتها كلها بقى. هبدأ بقى اعمل رول. الف رول رول رول، يعني ايه، لحد ما اعملها طبقات دي اللي هتدينا التورقة بتاعت الفطير.
اهو تفضلي لفي بقى لحد ما تخلصيها خالص، لفي 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 زي كأنك بتعملي سينابون كده. اهو بس كده خلاص. اجيب بقى الصينية احط فيها نقطة زيت عشان احطها في قلبها اهيت، واخدها بقى ايه الفها كده في قلبها. هغطيها بقى بالكيس اهو. هجيب بقى نبدأ بقى نعمل ايه، تاني حاجة يعني، تاني نوع للفطير. مم. زي ما انتوا شايفين كده اهوت بقى، بحط نقطة زيت وبقعد افرد كده. تتقطع عادي، اللي تتقطع منك عادي يعني، مفيش مشكلة، كل ده يتدرى في الاخر. اهو راس صغيرة كده زي ما انت عايزة تقرصي بقى اهي. رقاي كده وافردي كده على البتاع، وطبقات فوق بعضها كده. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وحط نقطة زبدة وحبة قشطة. زي ما انتوا شايفين كده اهو. مش بقولكوا احنا هنعمله فطير فلاحي؟ فلاحي فلاحي يعني، مش اي كلام. اهو حطيت هنا، حطيت قشطة اهوت. اللي بتقطع ده كله بتدرى في الاخر. اهو العجينة تحت ايدي والله يا جماعة، ملمسها حلوة قوي. مم. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. حط حبة زبدة بقى، حتة قشطة كمان، خليه بيبوظ ويلوز كده. مم. هقعد بقى اكمل الكمية كده لحد ما اخلص. يبقى كده قلنا دي ايه، دي تاني حاجة، دي تاني طريقة. شفت احمد ابني كان واقف لي، فاتح لي درج المطبخ وواقف عليه عشان يطول. مم. احط اعمل كده. دي كانت اخر واحدة هي، ولا دي كانت الاخيرة؟ والله ماني فاكرة. ما علينا. اه زي ما انتوا شايفين كده اهو. هتحط قشطة برضو. اهو هنا بقى هكمل واحدتين تلاتة كمان، ويبقى كده خلاص بقى، عشان تبقى الفطيرة ساندة نفسها وحلوة ومورقة من جوه كده. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هعمل ده بقى، اخد واحدة كبيرة اللي هقفل بها الوش بتاع الفطيرة. ده هتبقى الأخيرة بقى. هي دي بقى آخر حاجة بتاعت الوش. اهو. دي بقى هتبقى الوش بتاع الفطيرة. هبدأ بقى ألم. أيوة بالراحة كده، وده اهي. زي ما انتوا شايفين كده، احط الطروف دي تحت بعضها جوه كده اهي، بطراطيف صوابع خالص كده اهي. بس كده، ده يبقى الوش بتاعها. حطيت عليها قشطة من فوق، واحط عليها ذرة زبدة بردك كده اهي. دي كده تاني حاجة. ماشي. دي بقى اخر ايه لفة بقى، دي اخر يعني، انا عملتهم على 3 طرق. دي الطريقة الاخيرة بقى. مم. عادي اللي بتقطع دوت، عادي لو اتقطع منك مش مشكلة، يعني في الاخر كل دوت هيتدار. قعدت اسحب كده لحد ما الرخامة بقت باينة. هحط قشطة بقى. ونقطة زيت كمان. الزيت ده زيت ذرة، يعني زيت من نضيف يعني، مش زيت اي كلام. ده الزيت ذرة اللي هو الكريستال ده. حط قشطة بقى كده. مهم.
واتنها على بعضها كده اهي. هحطها بقى في جنبي نوت على ما افرد التانية. اهو هحط دي في قلب دي كده اهو. كتري 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 وبلاش تستخسري اهو. زي ما انتوا كنتوا شايفين كده اهوت اهوت. اخر حاجة خلاص هلم دي على دي ولم ده على دي. خلاص كده أهو. هحطها بقى في طبق على ما افضي صينية او افضي حاجة. دي كده كانت خلصت هي ارتاحت. هشتغلها بقى اقسمها. شوف هقسمها ازاي اهو. وكل واحدة اقسمها حتتين واحط الحتتين في بعضها اهو. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. الف شمال يمين شمال يمين شمال فوق تحت شمال يمين كده اهو. وبعد كده بقى ايه ادهنها والفها. زي ما انتوا شايفين كده اهو. يبقى انا كده قسمت الاولانية على فطرتين. التانية برضك هقسمها نصنا اهي. واحطهم فوق بعض كده اعملهم بالنشاب. نفس الحكاية برضك مع التانية. هنا خلاص بقى حتة القشطة خلاص لحست البتاع اهيت اهي. زي ما انتوا شايفين كده اهو. بس كده خلاص الكيلو الدقيق خلص. هحط بقى عليهم نقطة زيت عشان يرتاحوا كويس. هنا بقى خلاص كده دي الكمية اللي انا عملتها اهيت. على الكيلو دي طلع لي 5 فطرات. هبدأ بقى ايه خلاص ارتاحت شفتوا يا سيدي. عباية اتلكت كلها مية. فردتها اهوت في الصينية. افرد التانية هي كمان. خد اللي على الطبق دي اللي معمولة تاني واحدة اهي. دي كانت عايزة صينية كبيرة شوية. بس انا قعدت اقوح نفسي بقى. هدخلهم بقى الفرن مش سخن على درجة حرارة عالية شفتوا يا سيدي. وهنا بقى كان الفطير بتاعي طلع اهوت زي ما انتوا شايفين. شفتوا اللون. شفتوا الطعم. شفتوا الجمال. آه، ايه رأيكم. الله على حتة جبنة قديمة بقى من مشي كده وبصوا. بدي دوب اهو. اخبط اخبط يا اخت. عرفنا ان هو مورد. والطعم القشطة بقى في حاجة تانية كده فلاحي فلاحي يعني مش اي كلام. حطوا لايك.